هل بيأثر. طب هل لكم تعليق على صفقات الاهلي؟ لا، ما احنا لسه برضه الاهلي مش عارفين عايز ايه. الاهلي جاب داري سردباك المغرب، جاب يوسف ايمن، جاب عمر الساعي، وجاب يحيى عطيه الله. دول الاربعه الاهلي جابهم. برافو عليهم. علي معلول جاب عطيه الله، عبد المنعم جاب داري ويوسف. اي واحد فيهم هيلعب هيبقى كويس ان شاء الله. مشي اليو ديانج، جاب الساعي قبل كده، مشي حمدي فتحي. لا بس هو الساعي مش جايبه كده اليو ديانج عبد الجليل. اي بس مش عبد الجليل، عبد القادر ما جاش وينج مثلا. اللاعب قادر مش من الاساسيين يا كابتن، بس كان مؤثر. بس انا عندي 5 6 زيه، يعني ينزل بيرسيتاوي يبقى كويس. بالبرتا بتقول يا حد ده بقول ايه اول ما حد بيعمل كده ابو لهب خلاص. مش ابو لهب دلوقتي عندنا منه كتير. ايوه ما هو ما كانش بيلعب. مين ما كانش بيلعب كتير؟ ايوه حسين الشحات اللي بيلعب وبيرسيتاوي كان بيلعب 5 دقايق ولا 7 دقايق، كان بيقلب الدنيا وبيخلي الفرقه. انا مش جايب لعيب يلعب لي 5 دقايق بيشو، انا عايز لعيب يلعب لي 5 6 ماتشات. مقتنع بعبد القادر؟ طبعا. ده لعيب كارثه، لعيب تقيل جدا. عندنا منه كتير، ما انا بقول لك عندي 5 زيه، فلما يمشي مش هيأثر. بص عبد القادر الشباب بيقول لي ما جابوش، ما انا عندي حسين ماشي بمزاجه وغصب عن اي حد. لا طيب خلاص انسى. ماشي. ليه بتقول كده؟ اقول لك الترس ما ركبش في الاهلي، اسكت. انا بقول لك على المطبخ جوه. عبد القادر اخر فتره مشاكله كتير مع الراجل، والراجل ايوه ما مشاكله بس عبد القادر لعيب كبير، ما في اختلفناش. عبد القادر من احسن يا اخي. ده انا ما انت لسه بتقولي على عبد الجليل ده الراجل ما بيلعبش ومش مؤثر يعني. دلوقتي عبد القادر ما اختلفش في ايه؟ ايوه لعيب كوره، وحسين لعيب كوره، لا لعيب مؤثر بيقدر يغير نتيجه ماتش. لا لفرقه ما عندهاش حد، انما فرقه فيها 7 8. لا بقول لك مين زي عبد القادر في النادي الاهلي؟ لا ليه؟ ايوه مين قول لي؟ عنده طرفين هنا وطرفين هنا احتياط. مين زي عبد القادر سؤال في الاهلي؟ مين ايه؟ مين زي عبد القادر في الاهلي؟ في حسين بيلعب ناحيه عبد القادر. نهار ابيض. مين في الكواليتي بتاع عبد القادر؟ الله. وحسين الشحات ده ايه؟ بيرسيتاو ده ايه؟ مش بيرسيتاو مين؟ هو بيرسيتاو جه منين؟ ده بقاله سنه مش موجود. مش قاعد معانا يا ابني، هو اللي جاب بطولة افريقيا. فين هو؟ انا بتكلم الراجل بينزل بينتج. عبد القادر موجود ايه؟ وحسين موجود وطاهر موجود. انت ما تعرفش ده بيرسيتاو جه؟ ما يعرفش. بيرسيتاو خلاص مشي. ما مشيش ولا حاجه، موجود في ايه؟ انا عايز اقول لك، انا لما مشي بن شرقي من الزمالك انا ما عنديش. انا ما مشيتش بن شرقي عقده خلص يا جماعه، وعايز مبلغ معين ما جالوش خلاص مشي، عقده خلص. ايوه ما جبتش زيه، ده يقصر. اجيب منه انما لما عبد القادر يمشي انا مش حاسس بحاجه، لان عندي حسين مكانه، عندي طاهر مكانه. هو حسين بس هي مستقيم على طول. من اسباب يا كابتن قوه النادي الاهلي ان عنده السنتين دول ان عنده بدائل كتير جدا. البديل فلازم ما يقلش على اللي جوه في الملعب. لازم لعيب يمشي، تجيب ما تقولش ما انا باقي عندي 4، باقي عندي 3، لان كده انت جيت في وقت. خد بالك عبد القادر كان مصاب، بيرسيتاو كان مصاب، طاهر كان مصاب، لدرجه ان انت اضطريت تلعب بعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد وكريم فؤاد وبتلعبوا باك ليفت. انا معاك، خد بالك وقدوا. ما انا بقول لك ما اختلفوش عنهم. هو مين اللي قد؟ لا ما هو دي الميزه كابتن. مين اللي قد؟ ما كواليتي عالي. مين اللي قد؟ كريم فؤاد قد في ايه؟ لا في الطرف لما لعب وينج، كان بيلعب وينج رايت لعب. وعمر كمال ده ما قداش. اي حد فيهم بيلعب بحس انت بص يا عبد الجليل، انت بتحط الحاجات كلها مره واحده كده، فمش مش هعرف الم. كريم فؤاد قد في ايه؟ هو لعب اصلا شويه صغيرين كريم فؤاد يعني عشان فيهم ولا ما قداش. طيب قد فيهم يبقى يستمر. اتصاب هنعمل له ايه؟ طب يعني انا ما هو دي حاجه بتاعت ربنا. طب اعمل له ايه؟ ما لعبش خالص، ما لعبش بقى. قيمه ازاي؟ قيمه ازاي شباب دلوقتي؟ هو ما لعبش ومصاب، قيمه ازاي؟ عشان لعب مثلا ماتش ولا 40 دقيقه في 3 ماتشات اقول الراجل ادى؟ لا ايوه يا كابتن، بيلعب في الاهلي يا عبد الجليل، اشتغل يعني، ما كانش بيلعب ومش باين وحش وقعد تاني. لا الراجل انت بتتكلم بتقول الناس دي زي الناس اللي في الملعب ولما لعبوا قدوا. الراجل ما لعبش اصلا، الراجل مصاب. والله ما حسيت بفرق. عمر كمان لما لعب سيرد باك الراجل قال لك انا اسف. الراجل اللي هو الخواجه انا اللي لعبته. لا هو بيتكلم لما حصل مشكله اصابات في الوينج. هو عمر كمال لعب وينج وادى، وكريم فؤاد لعب وينج وادى، قصده كده. لا عمر كمال ده بره التقييم، قيمه من هم اللي هو كلاس ايه في الفرقه. عمر كمال انت مقتنع بيه؟ طبعا. شوف يعني لعب كام دقيقه ولعب كام ماتش وعمل ايه وانتاجه ايه. ده بينزل يجيب اجوان. كام واحد في الاهلي كلاس ايه؟ في الاهلي معظمهم ايه؟ الناس ال11 اللي في الملعب و7 على الدكه. اي 7 على الدكه وال11 كلاس ايه. تمام؟ صح. لكن برضه شوف بالرغم من كده نادي الزمالك كتيم لو يعني يبقى فيها شويه ثقه بس يقدروا يكسروا الفرقه دي. يا كابتن لكن كافراد لا، النادي الاهلي. طب ما هو مين قال عكس كده؟ مفيش ما هو الزمالك ده الفانيلا نفسها فيها ثقه 40% ولا 50% من اداء اللعيب في الملعب فانيلا الاهلي والزمالك. مظبوط.
اهو يبقى اللي يجي يلبس فانيله الزمالك لازم يبقى بدليل قدها ان اي لعيب اهلي والزمالك لما بتنقل لنادي تاني جوه مصر في حته ثانيه المستوى عايش عليها. مستوى اقل، لا مستواه بيقل مهما يعمل. كل الحاجات المساعدات والدوافع اللي بتبقى معاه مش موجوده في قطع اسلحته. الجمهور ده 30% من باور اللعيب طبعا في اي ماتش. تيشيرت الفرقه ال 30 التانيين، انت بقى اشتغل ال 20 التانيين بقى طبعا اللي عندك، وال 20 التانيين بقول لك فهلوه. رمضان صبحي بقى له 3 سنين بيحارب في بيراميدز وهو ويعدي حلو ويرقص أوي. وجوان ولا حد داري. لا اصل رمضان برضو مش مطالب هناك بحاجه ومحدش ضغط عليه. الجماهيريه يا كابتن، الكوره جمهور. يوسف اسامه ده مش جه يوم عليه، كان يوسف اسامه راح يوسف اسامه فاكر والفرود المنتظر طبعا وينزل ماتش الاهلي يعمل الجمهور كده يا ويعمل كابتن، كده ما هو الجمهور يا كابتن. الجمهور والثقه راح. انا ده في دلوقتي ماتش الاهلي انا فاكر فيريرا ولا كان فيريرا لما سحب الكرة عملها بالعرض نزله اخر 10 دقايق قلب لو الدنيا. تفتكر قلب الدنيا. سيف جعفر الماتش ده خلص 2-2 انا فاكر، هو اللي عمل الجول صلاح التاني. محسن جاب الجول ده الثاني. الماتش اللي الزمالك خد بيه الدوري. لا انا بتكلم على الكاس، الماتش الدوري 2-2 ده الدوري. والله العظيم بنتفرج مظبوط، على الماتش مظبوط. قلت يا جماعه الزمالك لو تعادل في الماتش ده كل سنه وانتم طيبين عادي. بشير انا لعبت في الاهلي والزمالك. انا فاكر الماتش ده. ايوه بشير انا لعبت في الاهلي طبعا. والزمالك. اما بتلبس التيشيرت هنا او هنا لا يا كابتن تروح بتتكلم في وتمشي إيه؟ في الدنيا وبتاع حاجه محترمه. رحت فرقه يا عيني بطلت فيها كده اخر 6 شهور. عبد الجليل ده بتقارن ايه بايه؟ ماشي ما رايح حد عارف انت رايح بتقارن فين ايه ولا بايه يا عبد الجليل؟ ما هو كابتن، ما هو في العالم كله كده يا كابتن. يعني لو انت لابس تيشيرت ليفربول زي نوتنجهام فورست زي استون فيلا، تيشيرت مانشستر يونايتد زي لا. انا لما كنت بلعب في الدرجه الثانيه في غزل دمياط ونروح نلعب فرقه، انت بتبص على لبس الفرقه الثانيه جدع. او المصحف لبس كبيرة يا بس كابتن، الجماهيريه دي مختلفه. وشكل اللعيبه. فاكر البلاستيك زمان كان شفه طبعا. وكان في ولد من عندنا اسمه شيب الله يرحمه يعني كان بيلعب على كابتن الخطيب. يقول لي يا عبد الجليل انا واقف بشم البرفان وبتفرج على الخطيب كده وهو رايح جاي. طب بلاش دي. ده انا شخصيا انا خلاص بقى لي اللاعب 4 الأهلي 5 في عندي الكاس. منتخب بكره. فيليكس كان بيمشي من جنبي كده سهم. فيليكس ابو غزل دمياط. فيليكس كنت بقى- تقيله كابتن كان لعيب كبير. فيليكس لعبت من ايه؟ ده بص انا حسيت ان احنا ما بنلعبش كوره، كنا بنلعب في درجه ثانيه. فيليكس في كاس كان عنده 18 بص سنة. هو بيجري جنبك كده ريح. لا هو كان ازاي هم دول بيتمرنوا بياكلوا حاجه مثلا معينه؟ والله العظيم كده. فيليكس في التمرين لما ده مع تيشيرت الاهلي مع الناس دي بس هم كانوا بياكلوا حاجات مختلفه. مختلف دي. الجمبري الجامبو لا بتمرن، يعني في ناس بتفهم بتمرنوا، لا، ناس لا، عندها إحنا في فكره. الأهلي احنا بناكل- بنتمرن يقطع وطفش واسلم في الدرجه الثانيه كده. ما حدش كان يعلمك كوره. دي حقيقه.